بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات من حلقات ليالي دوري نايل، ليالي دوري نايل الرمضانية. عندنا النهاردة مباراة صعبة جدا على نادي الزمالك، ولكنها مباراة مهمة جدا 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 في مشواره في المنافسة على بطولة الدوري. الزمالك في مواجهة زد. النهارده في الفيديو هقول لك على كل التفاصيل ما قبل مباراة الزمالك وزد، وهقول لك على كل التفاصيل اللي الزمالك يقدر يعتمد عليها عشان يقدر يتفوق على فرقة زد. 3 نقط مهمة جدا للزمالك عشان يكمل في المنافسه على بطوله الدوري، لان زي ما كلنا متفقين مباريات الدوري دلوقتي اصبحت كلها مباريات كؤوس. بس قبل ما نخش في اي تفاصيل، طمني عليك، عامل ايه؟ وحشني اقسم بالله، بقالي يومين غايب عنك. بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون متواصل معاك في كل ماتشات الدوري، ان انا اجي لك قبل الماتش بيوم، وان انا اجي لك بعد الماتش عشان اكلمك بقى على اللي حصل في الماتش، وهل اللي انا قلته قبل الماتش حصل ولا لا. فاستاذنك لو تتاكد انك عامل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك جديدنا اول باول. ويلا بينا نخش على تفاصيل مباراه الزمالك وزد، المباراه المهمه، المباراه اللي هتفرق مع الزمالك جدا، لان انا لسه بصور الفيديو دلوقتي بعد انتهاء مباراه الاهلي وسموحه. الاهلي قدر يكسب سموحه بصعوبه 1-0 وخد 3 نقط، خلوا الاهلي يطلع متصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا لحد ماتشات بكره. عندنا ماتش الزمالك وزد، عندنا سيراميكا في مواجهه الاسماعيلي، بيراميدز هيلاعب غزل المحله. فاذا خلاص الدوري حاليا في الاربع مراكز اللي فوق بقت لعبه كراسي موسيقيه. الزمالك لازم يكسب ماتش زد، لان زي ما كاتب لك في عنوان الفيديو، عين على الصداره في حاله اخفاق او في حاله تعثر سيراميكا امام الاسماعيلي، مع ان استبعد ده جدا بسبب ضعف المستوى طبعا اللي موجود في فرقه الاسماعيلي، وتوقعات ان سيراميكا هيقدر يكسب الاسماعيلي. ولكن فرضا ان سيراميكا تعثر النهارده امام الاسماعيلي، ده يساوي ان الزمالك لو قدر يكسب ماتش زد يخلص جوله بكره وهو متصدر جدول ترتيب الدوري. طبعا ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه، عشان ده هيدي دافع نفسي كبير للفرقه في المرحله الجايه قبل مباراه بيراميدز، لان انت بعد ماتش زد داخل على مواجهه هي الاصعب لنادي الزمالك في الماتشات الجايه امام بيراميدز، منافس مباشر ليك، ماتش ب6 نقط. فما ينفعش توقع اي نقاط قبل مباراه بيراميدز عشان عامل النفسيه وعشان المنافسه على بطوله الدوري. اما عن تفاصيل المباراه فهنبتديها بان احنا نتكلم عن فرقه زد. فرقه زد من ارخم الفرق اللي بتلعب الزمالك في الدوري. تاريخنا في المواجهات مع فرقه زد مش افضل حاجه. احنا لعبنا زد 7 ماتشات، كسبنا احنا ماتشين وهم كسبونا ماتشين، وتعادلنا 3 ماتشات. يعني في 5 ماتشات الزمالك حصل له اخفاق امام نادي زد. من الفرق اللي بتعرف ترخم على نادي الزمالك، ومن الفرق اللي السيزون ده عامله مستوى كويس. هو حاليا معاه 25 نقطه وموجود في المركز السابع، يعني فرقه من افضل الفرق في الدوري، فرقه من اقوى خطوط الدفاع اللي موجوده في الدوري، فرقه عايزه تكون موجوده في مجموعه التتويج عشان يريح باله عامه من فكره ان هو يكون موجود في المجموعه اللي تحت. وده اللي هيخلي الفرق اصلا بتنافس زي سموحه وانبي ووادي دجله والبنك الاهلي والمصري البورسعيدي على مين هيكون في السبعه اللي فوق. ده هيريحه كتير في الدور الثاني، هيخليه ما ينزلش يلعب كل عدد الماتشات اللي هيلعبها في الدور الثاني لو موجود في مجموعه الهبوط. ففرقه زد هتكون فرقه رخمه جدا على الزمالك، وفرقه زي ما بقول لك من احسن فرق الدوري في الشكل الدفاعي، لان ارقامهم دفاعيا مقبوله، مع انهم عندهم مشاكل كتير في خط الدفاع وده اللي هكلمك عليه في تفاصيلهم الفنيه، ولكن هم مقبولين هجوميا ومقبولين دفاعيا. هم مش اقوى فرقه هجوميا ومش اقوى فرقه دفاعيا، لكن فرقه عامله بالانس كبير جدا مع الكابتن محمد شوقي، وعاملين موسم انا شايفه موسم كويس لنادي زد، في ظل ما هم موجودين في المركز السابع في بطوله الدوري، وفي نفس الوقت صعدوا في بطوله الكاس، وهم اللي هيلاعبوا الكسبان من طلائع الجيش وسيراميكا في بطوله الكاس في نصف نهائي بطوله كاس مصر. فاذا زد عامله موسم كويس وعندها لعيبه كويسه، ففرقه هتكون فرقه رخمه جدا. وتمنياتي ان نادي الزمالك ينزل مركز في المباراه دي، لان انت لو مركزتش في ماتش زي ده سهل جدا انك تتخطف، وسهل جدا انك تتعثر، وسهل جدا انك تدخل زد اللقاء. واي اخفاق هيحصل في الفتره الحاليه في بطوله الدوري زي ما قلت لك الغلطه الواحده هتكر كتير. لازم تكون قاري فرقه زد بشكل كبير جدا، لازم تكون قاري مفاتيح الخطيره اللي موجوده عند زد، لازم تكون قاري العيوب اللي موجوده عند زد وتحاول تشتغل عليها عشان لا قدر الله ما يحصلكش اي اخفاق نرجع نندم عليه. تعال نبص على زد بقى. زد دلوقتي اللي بيدربهم الكابتن محمد شوقي، والكابتن محمد شوقي بدأ رحلته التدريبية او بدأ فكرة هويته التدريبية بانه كان المدرب المساعد لكارلوس كيروش في الجهاز الفني لمنتخب مصر. اذا محمد شوقي تلميذ من تلامذة كيروش. بيلعب ازاي بقى محمد شوقي؟ بطريقه كارلوس كيروش، الطريقه الدفاعيه،
طريقه بتاعه تقفيل دفاعاتك، وتحاول على قد ما تقدر على مدار 90 دقيقه انك ما تستقبلش اهداف، وتبتدي تلعب على التحولات وتلعب على المرتدات. هيقفل دفاعاته بشكل كويس جدا، هيحاول على قد ما يقدر نعمل كثافه في وسط ملعبه عشان يمنعك انت من الوصول لمرمى علي لطفي، وهيلعب على التحولات باستخدامه بعض الحلول الهجوميه اللي موجوده في فريقه. مين بقى اخطر او ابرز الاسماء اللي موجوده في فرقه زد؟ تعال نمسكهم خط خط. نبتدي بحراسه المرمى. عندهم في حراسه المرمى حارس مميز زي علي لطفي، حارس ساعد بشكل كبير جدا فرقه زد في الصعود في بطوله كاس مصر. هو مش من افضل الحراس اللي موجودين في الكره المصريه، ولكنه حارس لو في يومه هيرخم عليك، زي الماتش اللي فات ما حصل بالظبط مع الحارس محمود الزنفولي. وده كده بالنسبه لاول مركز. خش لي بقى على خط الدفاع. عندهم مدافع مميز جدا جدا جدا، وكان عامل بدايه موسم محترمه قوي وانا كنت متابعه، وهو احمد طارق. احمد طارق من المدافعين المميزين في بطوله الدوري الموسم ده، وارقامه كويسه جدا مع زد. فعندهم في خط الدفاع احمد طارق. عندهم الباكات في مشكله كبيره في الباكات، لانه يعتبر زد ما عندهاش باك شمال، فزد بتلعب في مركز الظهير الايسر بمين؟ بمحمد ربيع، لعيب مميز لكنه بيلعب في مركز غير مركزه، وده ممكن يكون ثغره يشتغل عليها الكابتن معتمد جمال في الناحيه اليمين بتاعتنا احنا. تقدر تستغل الثغرات والمساحات اللي بيساوي محمد ربيعه، ونقطه انه لاعب بيلعب في مركز غير مركزه، فده شيء سلبي جدا في تشكيله فرقه زد، وشيء هيكون ايجابي ليك انت جدا في خطتك الهجوميه. خش لي بعد كده بقى على منظومه وسط الملعب. منظومه وسط الملعب فيها اسامي كتير، اسامي تقيله. يعني انت عندك مثلا ابرزهم محمود صابر. محمود صابر اللاعب الدولي، اللاعب بينضم لقائمه منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن. عندهم عبد الرحمن البنوبي برضه لعيب مميز ولاعيب ظاهر بشكل كويس جدا في الكره المصريه في الفتره الاخيره. عندهم كباكا ناشئ النادي الاهلي، اللاعب اللي الاهلي كان بيدور على رجوعه لقائمه الفريق عشان يدعم منظومه وسط الملعب. فنص ملعبهم نص ملعب رخم، ودايما محمد شوقي بيعتمد على اسامي تقدر تفيده دفاعيا اكتر ما تفيده هجوميا. اما عن الخط الهجومي، فالخط الهجومي بتاعه يعتبر معتمد على تحركات احمد عاطف. احمد عاطف من المهاجمين الرخمين، من المهاجمين اللي بيفكروني بباسم مرسي. افتكر كده احمد عاطف كان بيعمل ايه مع مودرن سبورت، هو ده اللي بيعمله احمد عاطف دلوقتي مع فرقه زد. واحمد عاطف في الموسم ده هو هداف الفريق، ولاعيب رخم قوي، ولاعيب في التحولات بيكون لعيب متعب، خصوصا لو انت عندك مساحات بيعرف يستغلها بشكل مثالي المهاجم احمد عاطف. مين تاني عندهم من اللعيبه المميزه؟ ممكن تتكلم بقى عن عيله ميسي، لان هم عندهم 2 ميسي. تخيل هنلاعب النهارده فرقه عندها 2 ميسي، عنده مصطفى سعد ميسي وعنده احمد عادل ميسي. فبرضه في خطه الهجومي عنده اوراق ممكن يرخم بيها عليك. ولكن في المجمل زي ما قلت لك، محمد شوقي بيعتمد اعتماد كلي على ايه؟ على انه يامن دفاعاته. اهم حاجه بالنسبه له ان هو ما يستقبلش اهداف، وزد من اقل الفرق اللي مسجله اهداف. يعني هو مقبول دفاعيا، وممكن تقول عليه سيء هجوميا. فانت بنسبه كبيره شكل الماتش انا شايفه دلوقتي، انا شايف الزمالك مستحوذ على الكوره، الزمالك بيحاول، الزمالك بيبني هجمات باكتر من طريقه، وزد بيحاول على قد ما يقدر انه يحرم الزمالك من الوصول لمرمى علي لطفي واللعب على التحولات. اللعب بقى على الاوراق اللي انا قلتها لك قدام: محمود صابر، احمد عادل ميسي، مصطفى سعد ميسي، واحمد عاطف. فالمطلوب منك في ماتش زي ده ايه؟ الطبيعي والمنطقي ان انا انزل ضاغط وانزل باوراق معينه تخليني عندي افضليه في فكره انهاء الهجمات بكفاءه، وما ينفعش ان انا اضيع اي فرصه تجيلي في اول تلت ساعه من الماتش، لان ده هيساعد الزمالك كتير في سيناريو المباراه. انت لازم تنزل تسجل بدري عشان تقدر تخلي محمد شوقي يفك التكتلات اللي موجوده في خط دفاعه، ويبتدي يفتح لك الملعب وتلعبه بقى جيم في مساحات، تلعبه جيم، لان هو خلاص هو لو استقبل هدف مش هيفضل يدافع، لو استقبل هدف هيفتح خطوطه محاوله منه ان هو يسجل عشان يرجع في الماتش. فساعتها بقى انت هيكون عندك مساحات. ففكره تسجيل الزمالك لهدف في اول تلت ساعه او بحد اقصى قبل نهايه الشوط الاول ده مهم جدا 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 لو عايز تكسب فريق بيلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها فرقه زد. الفرصه اللي تجيلك ما ينفعش تضيعها، لان الفرصه اللي هتجيلك مش هتجيلك تاني. وطريقه اللعب اللي لازم تعتمد عليها زي ما قلت لك هو استغلال المشاكل الكتير اللي موجوده عند فرقه زد. وابرز المشاكل بعيدا عن موضوع محمد ربيعه اللي بيلعب في مركز الباك الشمال، لازم انت تستغلها بكفاءه عاليه من الناحيه اليمين بتاعتك، هو فكره التمركزات. زد عنده مشكله كبيره جدا في التمركزات في الكرات الثابته، استقبلوا اهداف كتير قوي من كورنرات ومن فاولات على حدود 18. فلازم اللاعب اللي يكون بيلعب كورنر يكون عنده كفاءه توصيل الكوره في مكان خطير تقدر تترجم منه هدف يساعدك في السيناريو بتاع الماتش. تسجيلك لهدف بدري يساوي ان زد هيفتح خطوطه، فهيديك الاريحيه ومش هيكون بيرخم عليك بالبلوكات الدفاعيه اللي هو هيبدا بيها الماتش. فده هيساعدك كتير انك تسجل الثاني وتسجل الثالث وتحسم اللقاء بدري بدري، وتريح نفسك بدري بدري من اي سيناريو بقى ممكن يرخم عليك. لان انا شايف قدامي
فكره سيناريو البوستات اللي هتنزل علينا بعد ما محمد شوقي لا قدر الله يتعادل معانا او يكسبنا. قبل ماتش بيراميدز ما ينفعش اوقع اي نقاط، ابقى داخل ماتش بيراميدز عندي النفسيه عاليه، لسه بنافس على الدوري، مش بعيد الاقي نفسي بكره اصلا لو الاسماعيلي عملها، مع ان استبعد ده جدا جدا جدا، مش بعيد الاقي نفسي متصدر لجدول الدوري قبل مباراه بيراميدز. ده يفرق معايا قوي، ده يفرق معايا قوي لو انا داخل ماتش بيراميدز في الجوله اللي بعد ماتش زد وانا متصدر جدول الترتيب، او انا فارق، لازم افرق عن بيراميدز. يعني لو مش هتصدر جدول الدوري على الاقل انا ابقى سابق بيراميدز، حتى لو سابقه في فرق الاهداف. ده هيفرق جدا مع الفرقه وهيفرق جدا مع اللعيبه. وده بقى اللي ينقلنا لحاجه مهمه جدا، وهي كيف يلعب الكابتن معتمد جمال مباراه الزمالك وزد، وايه الطريقه اللي يلعب بيها الكابتن معتمد جمال ماتش زد. انا من وجهه نظري زي ما قلت لك وزي ما حللت لك كده نقاط الضعف في المنظومه الدفاعيه في مباراه زد، التشكيله الامثل اللي يبدا بيها كابتن معتمد جمال مباراه زد هي ال4-3-3. لازم تلعب ماتش زي ده بوينجين صراح عشان تستغل الازمات والمشاكل اللي موجوده في الظاهرين عند فرقه زد، وتبتدي تلعب على العرضيات، لان زي ما قلت لك الاثنين مساكين عندهم مشاكل كتير جدا في فكره التمركزات، فلازم تكثف موضوع العرضيات. وده اللي ينقلنا مين هم ال11 لاعب بقى اللي يمثلوا تشكيله ال4-3-3 اللي تساعد كابتن معتمد جمال في التفوق على محمد شوقي، وتخلي الزمالك ليه الافضليه وليه البوتنشال في مباراه زد. وال11 لاعب اللي يمثلوا تشكيله ال4-3-3 من وجهه نظري هم كالاتي: هتلعب في حراسه المرمى في ظل غياب محمد عواد، اللي بالمناسبه اقترب عودته لفرقه نادي الزمالك ولتدريبات نادي الزمالك بعد ما الراجل امتثل للتحقيق وقال انا تحت امر النادي، وان الراجل موافق على اي عقوبه النادي يقولها له. دي حاجه محترمه جدا من عواد، وعواد انا محتاجه الفتره الجايه بشكل مش طبيعي، محتاجه جدا جدا جدا، لان انا محتاج اي لاعب يكون موجود في المرحله الجايه لانها مرحله صعبه. ولكن هلعب ماتش زد بمين؟ هلعب ماتش زد بالمهدي سليمان اللي مقدم ثبات في المستوى ومقدم اداءات ممتازه مع نادي الزمالك في الفتره الاخيره، من اول ما الراجل شارك قدام زيسكو وهو عامل مستوى كويس قوي. ارجع لماتش زيسكو هتلاقي المهدي عمل ماتش كويس، روح بعد كده لماتش سموحه هتلاقي المهدي عمل ماتش كويس، ارجع لماتش حرس الحدود المهدي عمل ماتش كويس قوي قوي قوي، ومنع حرس الحدود ومنع سموحه من تسجيل اهداف كان ممكن يعقربوا علينا الماتشين وما يخليناش نعرف نخرج بالثلاث نقاط. فالمهدي سليمان هو اللي هيكون حارس الزمالك الاساسي في مباراه زد. خش لي بعد كده على خط الدفاع، وخط الدفاع للاسف عندك فيه كارثه، عندك ازمه كبيره، لان زي ما كلنا عرفنا بعد ما شفنا القائمه بتاعت الفريق في مباراه زد لقينا ان محمود حمدي الونش مش هيكون موجود. محمود حمدي الونش غايب عن لقاء زد بسبب اصابه تعرض ليها الونش في الايام اللي فاتت، مش عنده اصابه غالبا في الضمه. غياب الونش هيفرق معايا قوي، لان الونش كان مقدم مستوى كان نفسي ان هو يكمل عليه ماتشين كمان، لان الونش بالخبره اللي عند الونش وفكره استرجاع الونش لامكانياته ده كان هيفرق معايا قوي في ماتش زد وفي ماتش بيراميدز، وهيفرق معايا جدا اكيد في مجموعه التتويج. لكن الونش مش هيكون موجود في مباراه زد، فهرجع العب بقى بالثنائيه اللي انا عايز اتفرج عليها، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد. محمد اسماعيل لازم يرجع يلعب مساك تاني عشان نرجع نتفرج على النسخه المميزه من محمد اسماعيل اللي بدا بيها عامه مشواره مع نادي الزمالك وفقد منها كتير قوي بفكره ان انت لعبته في مركز الديفندر. فهتلعب بثنائيه دفاعيه محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد. باك يمين اكيد محمد ابراهيم، لازم اتفرج على محمد ابراهيم فتره اطول من كده. محمد ابراهيم هو اللي يلعب اساسي، وعمر جابر هو اللي يكون موجود له على دكه الاحتياطي، لان محمد ابراهيم مقدم مستوى مميز جدا مع نادي الزمالك، لاعب على المستوى الدفاعي متالق، على المستوى الهجومي متالق. فانا مش شايف اي داعي لفكره تغيير محمد ابراهيم بعمر جابر، ومحمد ابراهيم لازم يكون موجود اساسي بشكل كبير جدا مع الزمالك في الفتره الجايه وخصوصا في مباراه زد. اما الناحيه الثانيه فهنلعب بالمغربي محمود بنتايج، لاعب جاهز شارك مع الزمالك في الماتش اللي فات، اداؤه ما كانش افضل حاجه على مدار الماتش، ولكنه عمل اسيست لاحمد فتوح. اسيست دواء، اسيست بيقول لك معنى كلمه كواليتي سواء عند محمود بنتايج ولا عند احمد فتوح. فالظهير الايسر ليك في مباراه زد هيكون محمود بنتايج. خش لي بقى على معضله نص الملعب. دلوقتي انت ما عندكش بقى لاعب تلعبه في مركز 6 زي محمد اسماعيل، لان محمد اسماعيل هتلعبه مكان الونش، فهلعب بمين بقى؟ محمد شحاته؟ لا. ليه؟ لان انا قلتها لك وهفضل اقولها وهفضل اكررها وهفضل اعيدها. محمد شحاته مش 6، محمد شحاته ما ينفعش يلعب 6، محمد شحاته يلعب مركز 8 وتلعب باحمد ربيع في مركز 6. هتقول لي احمد ربيع مش جاهز، احمد ربيع لسه ما خفش، احمد ربيع لسه مصاب، احمد ربيع مش مقنع. على الاقل احمد ربيع هو بروفايل لاعب 6، لاعب انا متعاقد معاه على انه يلعب 6. طب مش هلعب باحمد ربيع، العب بيوسف وائل فرنسي. ولكن فكره اللعب بمحمد شحاته في مركز 6 هي فكره بشعه وبتخلي شكل نص ملعب الزمالك ولا اسوأ.
محمد شحاته لو هيلعب يلعب في مركز 8 وتلعب في مركز 6 بلاعب يجيد اللعب في مركز 6، يا اما احمد ربيع يا اما يوسف وائل فرنسي. وانا من وجهه نظري اللي يلعب هو احمد ربيع، لان انا عايز اتفرج على احمد ربيع وعايز استفيد من امكانيات احمد ربيع. الصفقه اللي لحد دلوقتي انا مقتنع بامكانياته ولكن مش مقتنع بالصفقه لاني ما اتفرجتش عليه كتير. جنب احمد ربيع زي ما بقول لك هنلعب بمحمد شحاته. محمد شحاته في مركز 8 لعيب مفيد جدا، ولعيب اصلا انا محتاجه في ماتش زي ده عشان يعرف يتعامل مع البنوبي او يتعامل مع محمود صابر. قدامهم بقى تلعب بمين؟ تلعب بعبد الله السعيد؟ لا. ليه لا؟ لان عبد الله السعيد مش هيعرف يجاري الثلاثي اللي انا بكلمك عليهم، كباكا ومحمود صابر والبنوبي. لعيبه صغيره في السن، لعيبه جرايه، لعيبه بتهلك في نص الملعب، فلازم العب بلاعب شاب عنده روح وعنده رئه زياده، عنده حماس، عنده معدلات جري، يعرف يلاعب اللعيبه دي. فاللي يلعب في مركز صناعه الالعاب من وجهه نظري هو محمد السيد. من وجهه نظري اللي يكون موجود في مركز صناعه الالعاب عشان يقدر يجاري اللعيبه اللي موجوده في زد هو محمد السيد، سواء هتلعبه في مركز صناعه الالعاب او هتلعبه في مركز 8 متقدم مع محمد شحاته. اما عن خطك الهجومي فانا من وجهه نظري خطك الهجومي لازم يكون كالاتي: خوان بزيرة اساسي كده كده كوينج يمين، مش كصانع العاب، مش لاعب يلعب على ال 18، مش لاعب يلعب مركز 10 زي ما الناس كلها بتطالب ان بزيرة يتثبت في الطريقه دي وفي النهج الهجومي ده، لان بزيرة بيفقد كتير جدا من امكانياته لما بيخش العمق الملعب. بيكون مفيد، صنع لنا اهداف، ظهر بشكل ملفت في الفتره الاخيره، ولكن مكان بزيرة هو على الخط. وماتش زد بزيرة لازم يكون على الخط عشان يستغل المشاكل اللي موجوده اللي انا قلتها لك عند محمد ربيعه وعند فرقه زد بشكل عام. طب الناحيه الثانيه بقى العب بمين؟ هل العب بشيكو بنزا؟ اكيد لا. هل العب باحمد شريف؟ برضه لا. احمد شريف ما اقدرش اعتمد عليه بشكل اساسي. من وجهه نظري ان انا العب في مركز الوينج الشمال باحمد فتوح. ليه احمد فتوح؟ لان احمد فتوح لاعب صايع كوره، لاعب منين ما بيقفش ازمه موجوده عند اللاعب اللي قدامه بيعرف يمسكها عليه على مدار ال 90 دقيقه. زي ما قلت لك الباكين اللي موجودين عند فرقه زد مش افضل حاجه، وفي نفس الوقت فكره تكثيف العرضيات اللي انا كلمتك عليها، فلازم يكون عندي في الملعب اكبر قدر واكبر كم من اللعيبه بيعرفوا يلعبوا عرضيات، زائد ان انا لازم استفيد من الثنائيه والتناغم اللي موجود بين احمد فتوح ومحمود بنتايج. ظل ما انا عندي ازمه في المركز ده مفيش مشكله ان انا ابتدي اجرب احمد فتوح في مركز الوينج الشمال، ولو اللاعب ما ضافليش حاجه ابقى اطلعه وانزل شيكو بنزا او انزل احمد شريف او ايا كان اللاعب اللي هيكون موجود على دكه البدلاء. وجود احمد فتوح في مركز الوينج الشمال في خطه ال4-3-3 ده هيديني اريحيه في ان انا ممكن اعدل الطريقه زي ما انا عايز، ممكن اعمل مليون حاجه، لان احمد فتوح لعيب جوكر يقدر يفيد في اكتر من مركز. اما اللاعب الاخير في التشكيله فمن وجهه نظري تلعب بمين في مركز المهاجم الاساسي؟ هتلعب بناصر منسي. تلعب بناصر منسي لانه موفق بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره. تلعب بناصر منسي عشان تستغل سوء التمركز اللي موجود عند الاثنين مدافعين اللي موجودين في فرقه زد، وعدي الدباغ يكون موجود كورقه مهمه جدا معاك على دكه الاحتياطي تقدر تلجا لها حسب سيناريو المباراه. فسريعا كده من وجهه نظري تشكيله الزمالك: المهدي سليمان في حراسه المرمى، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد اثنين مدافعين في ظل غياب محمود حمدي الونش، باك يمين محمد ابراهيم، باك شمال محمود بنتايج، اثنين على الدايره احمد ربيع ديفندر في مركز 6، جنب منه محمد شحاته، قدامهم محمد السيد، على اليمين خوان بزيرة، على الشمال احمد فتوح، ومهاجم الفرقه ناصر منسي. دول من وجهه نظري افضل 11 لاعب وافضل طريقه يبدا بيها الكابتن معتمد جمال، الطريقه اللي لو بدا بيها انا اضمن لك ان الزمالك يقدر يكسب مباراه زد بنتيجه كبيره قوي. الزمالك لو قدر زي ما قلت لك في اول تلت ساعه او حتى بحد اقصى في اول شوط انه يسجل هدف بالطريقه دي، ده هيخلي فرقه زد تفتح خطوط عشان تحاول ترجع في المباراه، فتبتدي انت بقى تستخدم دكه الاحتياطي عندك. عايز تنزل احمد شريف تمام، عايز تنزل عدي الدباغ تمام، عايز تنزل سيف الدين الجزيري تمام، عايز تنزل شيكو بنزا تمام، عايز تنزل عبد الله السعيد تمام. عندك اكتر من حل وعندك اكتر من اوبشن. وماتش زد ماتش رخم، بس انا عندي يقين كبير جدا ان الزمالك هيقدر يكسب ماتش زد بنتيجه كبيره وباداء ممتع باذن الله تعالى. وبكده اكون كلمتك في حوالي نص ساعه عن كل التفاصيل الخاصه عن مباراه الزمالك وزد. انا اسف لو طولت عليك، انا اسف لو انا رغاي، ولكن لو وصلت للنقطه دي من الفيديو وصلت لاخر الفيديو قاعد معايا كل الوقت ده، عايز اثبت لك حبي مجددا. الجمله اللي انا بقولها لك كل مره، اقسم بالله يا ابني انا بحبك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو عشان تدعمني ان انا اكمل في المنصه هنا، وتتاكد انك عامل اشتراك في القناه او سبسكرايب، وتتاكد انك مفعل زر الجرس عشان يوصل لك جديدنا اول باول. وباذن الله بعد مباراه الزمالك وزد هيكون في فيديو نحتفل فيه بقى كلنا بانتصار نادي الزمالك على فرقه زد، وليه لا سيراميكا ما يتعثرش بكره قدام الاسماعيلي، ونلاقي الزمالك في نهايه الجوله متصدر لجدول الترتيب وبيرجع تاني لصداره ترتيب الدوري الصعب، الدوري الحماسي،
الدوري اللي ما ينفعش توقع فيه ولا نقطه، وده بدايه من مباراه زد بتاعت النهارده. كل ماتشات الدوري ماتشات كؤوس، فلازم انت كلاعب تبقى نازل عندك ثقه وعندك يقين وعندك ايمان انك قادر على المنافسه على بطوله الدوري، مش بس كده، قادر على تحقيق لقب الدوري. وزي ما بيقولها دايما الكابتن ايمن الكاشف، وفي النهايه لا يسعني الا شكر حضراتكم. الى اللقاء.